في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي نحول صورة العربية دي للتصميم اللي انتوا شايفينه قدامكم. هنتعلم ازاي نضيف شخصية جوه العربية وندمجها بشكل واقعي، وكمان هنعمل إضافة الفوانيس الأمامية والخلفية ونوضح تأثيرها على الحيطة والأرضية عشان نطلع بتصميم سينمائي حقيقي. تابعوني لآخر الفيديو عشان تعرفوا ازاي تعملوا نفس التأثيرات دي وترفعوا شغلكم لمستوى تاني. هنحاول إن شاء الله إن احنا نطلع بنفس النتيجة دي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد محمود من قناة اتعلم جرافيك ناو. أول حاجة هنزل الصورة دي، وعايز بس أغير المقاس بتاعها أو أصغرها شوية. هاجي هنا على الكروب تول وأصغر شوية. المفروض اللي أنا هعمله بعد كده إن أنا هعمل إيه؟ إن أنا عايز أقص العربية دي لوحدها وأفصلها عن الخلفية، بحيث إن أنا أشتغل على الخلفية وأشتغل على العربية ويبقى كل حاجة لوحدها. أنا هقص العربية دي وأرجع لكم تاني. أنا دلوقتي قصيت العربية لوحدها والخلفية لوحدها، أدي كده العربية لوحدها وعندي الخلفية، فبقت عندي العربية دي فوق الخلفية، فأقدر أشتغل على العربية والخلفية لوحدها. هاجي هنا على الباك جراوند، أنا عايز أغمقها الأول، فهاجي على كيرفز وأعمل لها كليبنج ماسك ودبل كليك، وهنزل أغمق شوية كده. تمام. عايز نفس الكلام ده أعمله على العربية دي برضو، أنزل كيرفز عادي، كليبنج ماسك، وأنزل نفس المسافة شوية على قد ما أقدر. بس هيبقى كده عندي العربية بالشكل ده. دلوقتي أنا عايز أعمل الإضاءة الخلفية بتاعت الفوانيس اللي ورا. هاجي تحت الكار وأعمل سوليد كولر واختار اللون الأحمر وأقول له أوكي وأخليه سكرين. دبل كليك، ألت، وأسحب شوية وأقول له أوكي، وأعكس الماسك، كنترول أي، وأجي على البرش أكبر شوية وأتخيل مكان الفانوس اللي ورا وأخليه في النص كده بحيث إن يطلع منه الإضاءة من العربية من ورا. أعكس الماسك وأقول له أوكي، ضغطة من الناحية التانية كمان ضغطة. تمام، صغر شوية. هاجي على الحتة دي واضغط الت مع شيفت. تمام. ممكن برضو هنا وهنا. تمام. عكس الماسك وانضف بس قدام الكاوتش عشان ما فيش اضاءه، عشان الاضاءه مش معقول يعني هتطلع من قدام الكاوتش. نفس الكلام، وهي طالعه بره العربيه قوي اصغرها شويه. تمام. ممكن اكبر شويه كده واجي من ورا، عكس الماسك برضو، واجي اضغط ضغطه تنور لي من ورا شويه. تحت السوليد كولر هعمل هيو ساتوريشن. تمام. كولارايز، وحرك مؤشر للاخر وازود شويه، ودبل كليك، الت، واسحب شويه. اوكي، واعكس الماسك، كنترول اي، صغر شويه، واجي هنا ضغطه وهنا ضغطه بحيث تكون تقيله شويه. تحت برضه الفوانيس ضغطه ضغطه. تمام. هنا برضه شويه كده وشويه كده، واعكس الماسك وامسح شويه من هنا. تمام. واعمل سيف. لو الاضاءه دي عاليه وانت شايف الاضاءه دي عاليه، ممكن تيجي هنا، تيجي على الفيلم وتخليه 50%. تمام. هقف بقى فوق هنا على الكيرفز دي، وعايز ازوم بس شويه كده، واختار البين تول واضغط على حرف البي، وابتدي ارسم على الازاز ده.
واضغط كنترول انتر، هعمل كيرفز جديد. تمام، اقرب كده بس عشان تبقى الدنيا باينه معاكم. هاجي على الاي دروبر دي اللي هي الغامقه او اللي هي السوداء، واضغط على اغمق حته في العربيه. بص كده، هتلاقي العربيه ابتدت ايه، تنور شويه من جوه. انا كل ده بعمله عشان افتح الاضاءه بتاعت الكابينه من جوه. تمام، واجي على الابيض الاي دروبر البيضه دي، وافتح حته في العربيه، واضغط كده زي ما انتم شايفين نورت لي العربيه من جوه. طيب انا هقفلها دلوقتي، وهضغط على حرف الفي عشان اجيب المفتول. بعد كده هاجي هنا واضغط كنترول كليك شمال، هيعلم لي على الازاز اللي احنا عملناه. هاجي هنا، عايز بقى اعمل ايه، هيو ساتوريشن. تمام، واقول له كلرايز. تمام، وهنحط الارقام دي. انا كنت عاملها قبل كده، فعشان ما نضيعش الوقت بس وافضل اجرب، فهنديكم الارقام دي. هنقول له هنا 29 في الهيو، وهاجي هنا ممكن اسحبها كده 100%. وهنا هقول له سالب 32. تمام، هتلاقي اللون كده هنا عندك عمل اللون ده. تمام، بس اول ما افتح الكيرفز دي هتفتح معانا. تمام، عايز اعمل حاجة تاني برضو، عايز الازاز اللي ورا ده هعمل له برضو هي ساتوريشن تاني، وهخليه بالاعدادات دي برضو اللي هقول لكم عليها. هاجي على هاجي هنا في الساتوريشن هخليه 68، وهنا هخليه موجب 4. تمام، وهاجي هنا اعكس الماسك. تمام، وهبتدي بالبين تول كده ارسم من جوه على الحته الخلفيه دي. الحته الخلفيه دي مبينه لي اللي هو الازاز الخلفي اللي ورا. فالازاز الخلفي اللي ورا فيه المفروض اثار الاضاءه الحمراء دي من ورا، حتى هي اثارها واصل لحد السقف يعني بتخف كل ما السقف بيطلع، كل ما الاضاءه بتطلع لفوق بتخف. فالمفروض هنا يبقى فيه اضاءه حمراء. فهاجي اعمل زوم كده، وبرده كده على السريع. واجي هنا اقول له كنترول انتر وارجع. تمام، عايز املاها، هضغط على كنترول ديليت او كنترول باك سبيس، فهتظهر لي الاضاءه باللون ده كده. هي هنا ممكن تكون تقيله شويه، فهحاول جرب كده نعملها سكرين. لو عملتها سكرين هتلاقيها نفس الاضاءه اللي ورا، يعني مطابقه مع الحيطه. عايز تخليها كده برضو لو على اساس ان الازاز برضو اللي ورا متفيم او لونه غامق شويه، ممكن تخليها كده برضو. انا هخليها سكرين. فاكرين الكيرف ده اللي انا كنت عامله عشان افتح بيه الاضاءه بتاعت العربيه من جوه؟ هشغله دلوقتي، وهاجي على الهيو ساتوريشن اللي انا عامل بيه لون الاضاءه بتاعت العربيه، وهضغط على الماسك، وانت اضغط دبل كليك هيظهر لك البروبرتيز بتاع الماسك. هتفضل ايه تزق شويه كده براحتك بقى، شوف انت عايز تخليه ايه. تمام، ايه فايدته بقى اللي انا عملته ده؟ انا دلوقتي خليت عملت فيزر ففتح لي الجوانب بتاعه الازاز ده، كأن مثلا في تراب مركون على جوانب الازاز. تمام، عايز تعملها اعملها، مش عايز تعملها برضو ايه دي براحتك. كده فاضل لي ان انا احط الراجل جوه العربيه او الشخصيه بتاعتنا جوه العربيه. فهاجي هنا اقول له convert to smart object، واجي على object selection tool، واسحب حوالين الشخصيه، وهاجي اعمل ماسك، واقول له كنترول تي، واعمل فليب هوريزونتال وانتر،
واسحب الشخصيه بتاعتنا على التصميم بتاعنا. كده انا ظبطت مقاس الشخصيه على قد العربيه. تمام. هاخد الشخصيه بتاعتنا وانزلها تحت الهير سيتويشن اللي هي بتاع الوان الازاز اللي ورا. تمام. وهقف على الشخصيه نفسها. بس الاول هقف على السليكشن بتاع الازاز، ادي الت كليك شمال عشان اشوف شكل الماسك. ده الماسك اللي انا هشتغل عليه. الت كليك شمال تاني ارجع الماسك. فانا هعمل كنترول كليك شمال عشان خاطر اعمل سيلكشن على الازاز ده. تمام. وهاجي اقف على الماسك بتاع الشخصيه واقول له واختار البرش. طبعا كده مش هينفع امسح، فلازم كده لو مسحت همسح اللي جوه، انا عايز امسح اللي بره. كده انا عكست السلكشن وهمسح كده عادي. هيمسح معايا من بره ويسيب لي اللي جوه. اتاكد ان انا مسحت كل حاجه. كنترول دي. تعالى بقى نقرب كده شويه. هتلاقي الازاز اللي هو اللون الاحمر اللي ورا دون، هتلاقيه فوق الشخصيه. طب انا هعمل ايه في الحاله دي؟ هاجي على الشخصيه نفسها واجي على الماسك بتاعها واضغط كنترول كليك شمال. حددت انا كده الشخصيه وهقف على الماسك بتاع اللون الاحمر ده وابتدي امسح من عليه اللون الاحمر. كده انا حافظت على الالوان اللي ورا الحمرا دي وخليت الشخصيه بتاعتنا اللون مش فوقيها. كنترول دي وارجع تاني كده زوم. تمام. ايه اللي المفروض بقى اعمله تاني؟ هقف هنا على الماسك بتاع الازاز. تمام اللي هو ده. وهضغط كنترول شيفت كليك. وهضغط كنترول كليك شمال. كده انا حددت عليه. وهنزل اقف على العربيه نفسها، مش الماسك بتاع العربيه، لا على العربيه نفسها. وهقول له كنترول جي. كده انا خدت منها نسخه. فهضغط كنترول براكت كي اليمين وابتدي اطلع فوق لحد فوق الشخصيه. طبعا الماسك الكليبنج ماسك هنا اتشال، فانا هرجعه زي ما كان. تمام. الاختصارات دي ما تقلقش، انا عامل درس في كل الاختصارات اللي انت عاوزها ان شاء الله واللي هتساعدك تسرع شغلك. هسيب لكم برضو الفيديو بتاعها في الديسكريبشن ان شاء الله. تمام. انا جيت هنا اهو خلاص. دي حطيت طبقة زيادة اللي هي بتاعت الازاز نفسه عشان اخلي التأثير، ثواني كده، عشان اخلي التأثير بتاع التراب دون يبان فوق الشخصية او يبقى فوق الشخصية ما يبقاش شكله فيك. تمام. فهاجي هنا واقف على الازاز اللي احنا خدناه وهخليه لايتنج. تمام. لو جيت قربت كده شويه. ماشي. طيب انا عايز اعمل ايه تاني عشان اظبط الشخصيه بتاعتنا؟ هاجي كده اعمل كيرفز على الشخصيه واعمل لها كليبنج ماسك. هي هنا مش على الشخصيه، كده على الشخصيه. وهاجي مثلا اقفل كده اللون شويه. حلو. وانزل تحت شويه. مم، لا كده هتفتح مننا. اظن كده حلو قوي. لو جيت بقى قربت هتلاقي التأثير بتاع الإزاز باين. والشخصية بتاعتنا باينة إن هي ورا إن شاء الله. تمام. دلوقتي في حاجة تانية أنا عايز أعملها برضو. قرب بس كده شوية. وهنيجي على الهير ساتوريشن ده وهعمل منه دوبليكيت. تمام. وهاجي هنا أملاه باللون، أملى الماسك باللون الأسود عشان أقدر أرسم عليه. وأجي على البراش صغير شوية. أعكس الماسك هنا وألون كده. وأعكس الماسك تاني. ابتدي أمسح. أكبر البرش شوية وابتدي امسح الزوايد دي. انا عملت كده ليه؟ عشان يعني كأن في الانعكاس بتاع الإضاءة او تأثير الإضاءة اللي جاية من العربية، من جوه العربية تطلع على الكبوت. تمام. اضغط في عشان اجيب الموف تول. تمام. عايز انور الكشافات دي اللي هي الفوانيس اللي فوق دي. فهزوم عليها كده وهطلع فوق خالص واعمل نيو لاير. واجي على الليس تول دي وابتدي ارسم عليها كده. تمام.
واجي بالبرش صغر شويه، واختار اللون ده. اللون ده لو عايز تعرف الدرجه بتاعته، او انت ممكن تاخد الكود بتاعه وتقول له اوكي. تمام. هضغط كليك، وهاجي ده اخليه لينير دوج اد، واعمل دبل كليك، واجي على البلند اف، واضغط الت، وافصل ده، واسحب شويه كده. تمام. نفس الكلام، نيو لاير جديد، بس المره دي هاخد اللون ده الاورنج ده، ادي الكود بتاعه، واقول له اوكي. نفس الكلام برضو، واضغط كليك، لينير دوج اد، دبل كليك، واضغط على البلند اف، اضغط الت، واسحب شويه. انا طبعا بعمل بلند اف عشان افصل الالوان الغامقه عن الالوان الفاتحه. في درس كامل انا بشرح فيه بالتفصيل انا ليه عملت كده، بس عشان الوقت ما يطولش والناس ما بتحبش تشوف الفيديوهات الطويله. تمام. هاجي اعمل كمان لاير جديد بنفس الدرجه، واضغط هنا وخليه لينير دوج، وخليه كولر دوج المره دي، كولر دوج، واضغط. تمام. ودبل كليك، الت، ابتدي افصل بس شويه. تمام. هلغي السلكشن كنترول دي، واجي اعمل لاير جديد، بس المره دي بقى لاير عادي، وهقول له واختار اللون ده، واخليه color dodge. كبر الفرشه شويه بحيث انه ياخد الفانوس والارضيه اللي تحت الفانوس، واضغط كده. تمام. ودبل كليك، والت، وافصل، اسحب شويه. هتلاقي بقى ده عشان انا المره دي عملت البرش من غير تحديد عشان ينور لي الفانوس كله، والتاثير بتاعه يبقى على الصاج بتاع العربيه، يديني تاثير العربيه دي، يديني تاثير الاضاءه على الفانوس على العربيه. هنزل تحت عند اول لاير انا عملته، واضغط دبل كليك، وابتدي اسحب شويه. انا عايز بس اصغر اللون الاصفر اللي جوه، وابتدي اسحب اسحب اسحب، هيديني التاثير ده. تعال نشوف هل ممكن نغير هنا برضه حاجه. تاني لاير انا عملته كده هيعلى قوي. ماشي، خليه كده حلو زي ما هو. اصبح كده من بعيد انا عندي الفانوس منور وزي الفل اهو، والتاثير بتاع الفانوس على صاج العربيه. هاخد انا كل دول كده، واقول له الت، واضغط هنا، واقول له اوكي. كده انا عملت جروب للاضاءات دي. طيب هاخد منه دبليكيت عادي، وهسحب للفانوس التاني، اقرب بس شويه، وابتدي اظبط الفانوس على بعضه. كده اصبح انا عملت الفانوسين ونورتهم باسرع وقت. هعمل سيف. دلوقتي انا عايز اعمل الاضاءه بتاعت الفوانيس دي. تمام. في حاجه انا هعملها. المفروض ان انا دلوقتي الكيرف اللي انا مغمق بيه العربيه ده، المفروض ان انا اشيل منه الجزء ده، بحيث لما اعمل الاضاءه بتاعت الفوانيس دي تشتغل عادي. عايز تعرف التقنيه دي، او انا قصدي ليه مسحت الكيرف من هنا او الاضاءه الغامقه من هنا. الدرس اللي انا هسيبه لك دلوقتي فيه بالتفصيل شرح الاضاءات، الاضاءه دي والاضاءه دي بالتفصيل الممل. فانا مش عايز اطول الدرس عشان الناس ما شاهدتش الدرس اللي فات بسبب انه طويل، فانا عايز انجز عشان خاطر انتوا ما تزهقوش. يلا نشتغل. اول حاجه هعمل نيو لاير. تمام. واعمل البراش، اختار براش. هنا طبعا زي ما انتم شايفين الاضاءه هنا مقسومه اتنين، العربيه تحس ان هي نصين سيمتري، يعني ده قصاد ده، ده قصاد ده، ده قصاد ده، وهكذا. فانا هنا هعمل براش، وهضغط على السيمتري ده، وهقول له فيرتيكال، واضغط انتر. دلوقتي اي حاجه انا هعملها هنا هتسمع في الناحيه التانيه، يبقى انا كده وفرت وقت. تمام. بس الاول هرجع للكيرف بتاع العربيه اللي هو انا مغمق بيه العربيه ده،
وهاجي هنا اضغط ضغطتين كده بحيث ان انا ايه انور الفانوس ده دلوقتي. هرجع تاني لللاير بتاعنا الفاضي واخترت اللون ده. تمام. هقرب بس شويه واجي على قد الفانوس بالظبط واضغط كليك. زي ما انت شايف بيسمع معانا هنا اهو. وهاجي هنا اخليه ايه لينير دوج اد. دبل كليك زي ما عملنا المره اللي فاتت، بس المره دي بقى مش هعمل بلند اف، لا، هشيل الاختيار ده. هتلاقي الكشاف ابتدى ينور معانا. اوكي. نفس الكلام، نيو لاير، واختار اللون ده زي ما انا. هكبر البرش شويه بحجم الفانوس كده كله، واضغط كليك واقول له لينير دوج اد. دبل كليك تاني، وهاجي هنا اشيل الاختيار ده فينور معانا. الاضاءه هنا لو جامده شويه فانا هاجي هنا اخليه 50%. ممكن تحت برضو دبل كليك لللاير الاولاني. انا عايز اعمل حاجه، ممكن افصل الكورسر ده بالبلند اف، اضغط الت واسحب شويه بحيث يبان المسام بتاعه الفانوس شويه. تمام. اوكي. لو بعدت كده ادي كده الكشافين نوروا. المره دي انا عايز اعمل اضاءه هنا واضاءه هنا، بس المره دي انا مش هحتاج السيمتري، هلغي السيمتري. تمام. اقول له سيمتري اوف، واجي اعمل نيو لاير. تمام. واختار برش، واختار برضو نفس اللون زي ما احنا، وهكبر شويه كده في النص واضغط كليك. واجي هنا برضو لينير دوج اد، دبل كليك واشيل السلكشن ده. اوكي. انا عايزه هنا ايه 30% مثلا، 30%. ممكن اعمل كنترول تي واكبره شويه، واضغط الت واكبر شويه. تمام. هاجي اختار مثلا الاداه دي وهرسم كده حواليها. تمام. واعمل ماسك، وهاجي على الماسك وانا واقف على الماسك هضغط اضغط دبل كليك، هتظهر لك الفيزر دي. زق بقى انت الفيزر براحتك، شوف انت عايز عايز تخفيها عايزها تقيله براحتك بقى زي ما انت عايز. انا شايف ان كده حلو. عايز برضو تزود عايز تزود بقى انت الفل براحتك مفيش اي مشاكل. تمام. انا هرجعها زي ما كانت 30، وهاخد منها كوبي. هضغط الت واسحب كده. تمام. دلوقتي ممكن اعمل حاجه تانية برضو، بس الاول انا هقفل دول. انا عايز اقفل دول وهاجي آه فوق اللاير التاني بتاع الاضاءه هعمل لاير جديد برضو نفس اللون، وهضغط على البراش وهبطط البرش شويه. تمام. بطط كمان، صغرها شويه. عايز اجي انا بقى صغر كمان معلش. عايز اجي في الحته دي واضغط كليك كده. المفروض اعملها بالسيمتري بس مش اشكال، واضغط كده وبرده لينير دوج اد ودبل كليك والت واسحب شويه. تمام. زي ما انت شايف باين لي الاماكن الغامقه، واصبح تاثير الفانوس ده بقى على على الصاج بتاع العربيه وعلى الرفرف. تمام. ارجع بس زي ما ارجع البرش دي زي ما كانت. ممكن نعمل حاجه تانية برضو. هقف فوق خالص كده ولير جديد نفس اللون زي ما احنا قلنا. اكبر شويه واضغط ضغطه واحده، واجي هنا في لينير دوج اد دبل كليك واشيل الاضاءه من هنا واشيل السلكشن من هنا واقول له اوكي. هنخليه 30 برضه في المية، او هنا 20. 20 حلو. تمام. نفس الكلام انا هاخد منه كوبي الت واسحب واخليه كده في النص اهو. براحتك بقى، هو المفروض اصلا لو انا شلت كده
الإضاءات كده عاطية منظر أحلى صراحة، أهو اللي هم دول. بس برضه عشان ندّي برضه تأثير effect ندّي التأثير بتاعنا، هنخلّي دي، تمام. دلوقتي عايز أعمل تأثير الإضاءة على الأرض، فهاعمل solid color بنفس اللون ده وأقول له أوكي، وأعكس الماسك أقول له control I، تمام شغال. لو ضغطت كده وما اشتغلش معاك، اعكس اللون بتاع الماسك ده. أنا طبعًا في درس الاختصارات مبين لك فيه كل الحاجات دي كلها، فهاضغط ضغطة كده وأقول له control T وأضغط هنا وابتدي أسحب لفوق كده، بس الأول أسحب من هنا، أسحب كده، أسحب كده، تمام. برضه control T واضغط shift وأنزل لتحت كده، وأسحب لبره وأنزل هنا على الأرض، ممكن أصغره شوية، تمام. ممكن أضغط زي ما أنا كده على الشيفت برضه عشان أنيمها على الأرض، أسحب كده لبره. أظن كده كويس. هخليها المرة دي بقى إيه سكرين مثلا. بص لو عملت كولر دوج هيبقى لونه حلو أوي، بس هنخلينا سكرين ودبل كليك واضغط على الأرض وابتدي أسحب شوية كده. عايز أقرب، كل ما أقرب في الإضاءة تعلى، هسحب الإضاءة هتختفي. شايفه كده حلو أوي. أقول له أوكي وألت وأسحب، تمام، وأعمل سيف. في حاجة هنا برضو، أنا دي بتهيألي كنا ظبطناها قبل كده بس مش عارف إيه اللي حصل. هرجع أقف على الماسك بتاع اللون اللي هو الهير ساتوريشن الأورنج ده، وأقف على الماسك وأضغط هنا وأجيب الفيزر وأسحب شوية، تمام. دي اللي إحنا كنا عملناها قبل كده وعشان قلنا مثلا هنفتح الفيزر ده يسحب من هنا وبين لنا آثار التراب اللي على الإزاز من هنا، معرفش إيه اللي حصل واتغيرت، بس هاحاول إيه أضبطها الأول، تمام. لو أنت عايز برضه تغيّر برضه الألوان بتاعتها ممكن تسحب كده، هتبتدي تفتح عادي معاك أو تخلّيها مضاءة شوية أو تنزل باللون شوية، فأنت براحتك بقى، خلّي الإضاءة شغالة إيه براحتك زي ما أنت عايز. هارجع تاني كده ونشوفها مضبوطة، تمام. هاجي دلوقتي في حاجة تاني عايز أعملها برضه، نفس الكلام new solid، بس الأول خلّينا نعمل الbrush، نجيب الbrush ونعمل symmetry برضه ونخلّيه vertical ونقول له enter ونصغّر بقى الفرشة بتاعتنا طبعًا بنفس اللون ده كده، وهنيجي نلوّن كده ونضغط ضغطة كمان، وهنيجي نخلّيه linear dodge add وdouble click وalt واسحب. شُفت بقى أول ما سحبت إيه اللي حصل؟ ادّاني تأثير الإضاءة على الجوانب بتاعة الكبوت والرفرف، وفصل لي اللون الأسود بحيث تبان واقعية، تمام. أقول له أوكي. ممكن هنا أعمل ماسك وآجي بالبرش أقول له X عكست اللون كده، أكبر شوية وابتدي إيه من بعيد كده أفيّدها كده، بحيث إن الإضاءة لمّا تكون بعيد تبقى أخف. من هنا برضه كده، تمام. وهتلاقي نفس الكلام عمل على الناحية التانية برضه، لو جيت هنا أهو، تمام. زي ما أنتم شايفين كده، ممكن تخفّفها عادي ونخلّيها مثلًا كام، 60%. حلو خلّيها 50%، نخلّيها 50%. إمم، ماشي كده حلو، عشان تبان واقعية ما تبانش إنها تقيلة أوي. عايز أنوّر الفوانيس دي الأول زي ما اتفقنا، اللي أنا عايز أشيل اللون الغامق بتاع الكيرف من عليها، فهاجي على البرش وآجي على الكيرف اللي باغمّق بيه
واضغط او اقف على الماسك واقرب واصغر شويه كده واديله كام كليك كده، وهنا نفس الكلام بحيث ان هو ينور لي الكشاف. الدرس الطويل اللي انا هسيبه لكم فيه كل التفاصيل بالتفصيل الممل، وهتعرف. انا مش عايز أجيب الفيديو يطول، يبقى خش شوف الفيديو وهتعرف انا ليه بعمل كده. تمام. اطلع بقى فوق خالص، نيو لاير. تمام. واللون اخترت البرش واخترت اللون ده، واقرب شويه بس عشان ابقى شايف. واجي اعمل اكبر شويه، واجي اعمل ضغطه هنا، ضغطه هنا، واخليه لينير دوجي اد، ودبل كليك، واشيل العلامه دي. نفس الكلام، لاير جديد، كبر شويه، وكليك هنا، وكليك هنا، وهاجي اخليه لينير دوجي اد، ودبل كليك، واشيل العلامه دي. هو هنا تقيل قوي، فانا هخلي الفل بتاعها مثلا 40، ولا هخليها 30. ممكن اجي على اللاير اللي تحت، اضغط الت، احاول اسحب شويه كده، واقول له اوكي. انا شايفها برضه تقيله. ممكن اجي على اللاير اللي تحت واخليه 50%، ونفس الكلام، لاير جديد ونفس اللون. عايز ابطط الفرشه شويه عشان نيجي نعمل نفس الكلام اللي عملناه في الفانوس الاولاني. اقرب شويه، صغره شويه، وادي كليك هنا، وادي كليك هنا، وخليه لينير دوجي اد طبعا، وخليه لينير دوجي اد، ودبل كليك، وافصل. بس ارفع فوق عشان ابقى شايف، وافصل دي كده بالارض. تمام. عايز بقى ايه؟ ارجع الفرشه زي ما كانت. ممكن اجي بقى في النص هنا واضغط ضغطه واحده بحيث تنور لنا المكان ده كده. حلو. طبعا هي ممكن المفروض كنت عملتها كل واحده لوحدها، كانت هتبقى احسن عشان تبقى اظبط من كده. بس زي ما قلت لكم انا مش عايز الدرس يبقى طويل، الدرس الطويل ما حدش بيشوفه. هاجي بقى فوق هنا خالص اخر لير، واجي اضغط الت شيفت كنترول اي. هيعمل لي آه هيجمع لي كل الصور دي في صوره واحده. هعمل كونفرت سمارت اوبجكت عشان هعمل عليها فلتر كاميرا رو. لما انا عملت كونفرت سمارت اوبجكت اقدر ارجع واعدل براحتي. لو ما عملتش كده مش هقدر ارجع. خلاص الصوره اللي هتتعدل مش هينفع ارجع فيها تاني. فهقف كده على اللاير زي ما انا واقف كده على الصوره دي، واقف على اللاير ده، واجي على الفلتر كاميرا رو. تمام. واجي على البيزك، وابتدي بقى ايه العب في التمبريتشر ده شويه، وتنت كده، ما كتير. واجي على الاكسبوجر، اقعد اضلمها شويه كده. والكونتراست هخليه مثلا، جرب كده، موجب 5. تعال نشوف الهايلايت، نزوده شويه. تعال نشوف الشادو. تعال نشوف اللي عملناه كده. تمام. وهقول له كده حلو، وهقول له اوكي. تمام. واقفل ده كده. عايز اخد كوبي. تمام. وهاجي افتح ده، واجي اضغط على الكاميرا رو دبل كليك. وهقول لكم انا عملت كده ليه دلوقتي. هسيب كل ده وهرجع على الافكت. تمام.
عايز ازود بقى الجرين. بص بقى لما ازود الجرين ايه اللي بيحصل. شايف؟ بص الجرين، شايف النقط دي؟ انا عاوزها، انا عايز النقط دي. تمام. وهقول له اوكي. تمام. هاجي بقى على اللاير اللي انا عامل فيه الشعاع ده، واضغط كنترول وشيفت كنترول. تمام. وهاجي اقف على اللاير ده واعمل ماسك. تمام. شايف ايه اللي حصل؟ الماسك دلوقتي عمل على كده. ايه اللي حصل؟ الصورة الأصلية بتاعتي تحت ما فيهاش جرين، والصورة اللي فوق فيها جرين. أنا خدت الحتة اللي فيها الجرين وقصيتها بالماسك عشان يبان التأثير بتاع النقط دي، أكنها ذرات التراب أو الأتربة اللي بتيجي مع الإضاءة. تمام. ممكن أقف على الماسك وأضغط هنا وأعمل فيذر شوية لو أنا عايز. شوف بقى أنت عايز تعملها إزاي. بس كده حلو. بس وده المشهد اللي إحنا عملناه. وإن شاء الله هسيب لك رابط الدرس بتاع الاختصارات ورابط الدرس بتاع العربية اللي هي في الصحراء. دي تحويل مشهد نهاري لمشهد ليلي، وفي التفاصيل بتاعت الإضاءات دي والإضاءات دي برضو. اتفرج عليه وافهمه كويس، لأن أنا حاولت أختصر على قد ما أقدر، لأن الدرس الطويل محدش بيقدر يخش يشوفه وأنا بتعب على الفاضي، ومحدش بيشوف الدرس الطويل. يا ريت بقى شير ولايك وسبسكرايب وكومنت، وإن شاء الله انتظرونا في الدروس الجاية.